كل وواقفون لديه عند حديث من نقطة العلم أو من شكلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل وهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء الناس من مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسنى في نبيه من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل وانشد إلى ذاتي ناشئة من عرف وانشد إلى قدري ما شئت من عظام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل فإن فضل رسول الله ليس له حد يغرب عنه ناتكم بفم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل لو نسبت قدره آياته عظاما أحيا اسمه حين يدعى دار الشر إمام مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل لم يمتحن بما دعي العقول به إرشا علينا فلم نرتب ولم نهيم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل وهي الورى فهموا معناه فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفخم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم ملاك وسلم دائما أبدا ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل
وكل آية أتى الرجل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم مولاي صل إيمان أبدا فإنه شمس فضل هم كواكبها يجهرن أنوارها للناس في الظلام مولاي وسلم دائما أبدا خير الخلق كل أكرم بخلق النبي جانه خلق بالبتر متسر بالبتر متسم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالزهر في تراب والبدر في شراب والبقر في كرم والدقر في إمام وسلم دائما أبدا خير الخلق كلهم كأنه وهو برد من جلالته في أشجار حين تلقاه وفي حسم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك الخلق كله كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من بعد نايما ذيك منه ومبتسم مولاي وسلم دائما أبدا للخلق كلهم Ahi Sus Ahi Abdullah Syukur ini بدأ فتح إلى روحنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولا روح شر الحاج الله من نعيثا ثم إلى روح شيخ عبد القادر الجلال رضي الله عنه ثم إلى روح شيخ المالك محمد بن علي الهدى ثم إلى روح الحمد حسين بن علي بأحلقة ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن حسين محلقة ثم إلى روح الحبيب علي بن حسين محلقة ثم إلى روح محمد بن حسين محلقة ثم إلى روح حبيب الإمام بن دال الملحلة ثم إلى روح حبيب ركوان بنت عثمان الجفري ثم إلى روح حبيب وردة بنت أبي ملحلة ثم إلى روح حبيب زهر الجفري ثم إلى روح عبد الله بن علي الحداد ثم إلى روح لم جعفر بن شيخان سقاف ثم إلى روح علي بن سقاف ثم إلى روح صالح بن حسن الحامد ثم إلى روح أبو بكر بن محمد سقاف ثم إلى روح عنيس بن علي بن علي الحبسي وطول مبرم جميع سعادة علي بن علوي ثم إلى روح صاحب الراتب كتب الإرشاد وغش العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد أن الله يجعل درجاتهم في الجنة ويجعل من بركاتهم وأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونبهاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وأشهد كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد أي ما جاكابه. اللهم صل على محمد أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله تامات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام
دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله الشر المعدين أصلح الله شرف الله الشر المعدن أصلح الله أمور المسلمين شرف الله السر المعدن يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير ويا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا الله يا فارج الهم يا كاشف الغم يغفر ويرحم يا فارج الهم يا الله يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 ما تكفي لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وقرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن آل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهتدين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ومعهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله
الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة لسيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير سيدنا المهاجر الله محمد بعيسى سيدنا الفقير المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا الحبيب محمد عبد الرحمن محمد الشقاب وصولهم وفرائهم إن الله يغفر لهم ويرحمهم وينور قبورهم لدرجات في الجنة ويدعو علينا المسلمين من بركاتهم أسرارهم أملارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سادتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها إن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويؤلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد صاحب الراتب وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل بعلوي إن الله يؤلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا على المسلمين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة أن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويغسر أمطارهم ويرخص أنعارهم ويصلح سلاطينهم ويقيهم شر الفتن والبليات والمحن ما ظهر منها وما بطن ويحفظ الحجاج المسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر أجمعين إن الله يسهب السلام والعافية ويردهم إلى أوطانهم سالمين آمنين غانمين وإيانا في خير ولطف وعافية وإلى أرواح والدينا ووالديكم أمواتكم وأموات المسلمين أجمعين إن الله يتغشاكم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وخاتمة كلمة طيبة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن
القرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير، وأن تفض علينا بكل خير، وأن تعاملنا معاملتك أهل الخير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير ومعط لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا غما إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا جاهلا إلا هديته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا طريقا إلا أمنته، ولا مجتهدا في الخيرات إلا نصرته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا عسيرا إلا يسترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضيقا إلا وسعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تتك ستر عنا، عافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا بخلقه، يا عالما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عالما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عالما بخلقه، يا خبيرا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد ابن عبد الله
لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد Sadatinal alawiyin, para habaib, para ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid, wabil khusus khadimu hadal majlis, guru kita, panutan kita, Al-Habib Mahdi Al-Haddar, semoga beliau dipanjangkan umur fi khair wa afiyah, dan moga beliau paring kekuatan zahir batin bisa maengak nonton kauluban panjenengan dunya akhirat, amin. Setaja para habaib dan para asatid saya hadir, para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah neng Jumat terakhir neng bulan Ramadan tahun mangkin kauluban panjenengan ki bisa pangki pole sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya. Matur moga Ramadan tahun mangkin bener Ramadan terakhir tahun boleh bisa pangki boleh kelaban kebedaan selangkong saya, amin. Ben matur moga setaja amal kauluban panjenengan tarawih tadarus pasah setaja matur moga tetiakan amal ibadah saya katremah, amin. Ben termasuk sore mangkin pembacaan Ratibul Haddad nika matur moga tetia sabab kauluban panjenengan pagi apolong ben para habaib apolong tunyah ngantos ke alam akhirat, amin Allahumma. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, nerosaki pengajian sesaben bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam madebu bada 4 golongan saya kecintain tiding swargana Gusti Allah. Beniku lebih sambian setera masuk ke swarga, tapi swarga cek terona masuk bi orang 4. Pertama taliyil Quran, orang sahli maca Al-Quran. Nomor 2 wahafidhil lisan, suargane katero masuk nabi orang sahli ajaga lesan. Nomor 3 ingki beneka wa mut'imil ji'an, orang seahli abri ngakan de orang lapar. Mon beda orang ahli abri de orang lapar tak ada ente epentain, beda orang lapar, beda orang kekurangan deeren, mak bi panjenengan beri sepereng du pereng sampai orang gele kenyang, sampai odik ning arepeneka. Sebab panjenengan saya nyompeng abantu amri deeren gele, maka berarti orang nikah beda tanda-tanda orang gele eka kerong eka tero tining swargane Gusti Allah. Maka amal abri ngakan nika adalah amalan sesangat raja gencerna, sesangat luar biasa. Sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam aneka setiap bertamu pasti abri deer. Mereka Nabi Ibrahim andik julukan Abu Dhifan, bapak antamoy. Nabi Ibrahim selalu menghormat tamoy, selalu abri deer ke tamoy, sampai beliau tak pernah deer kecuali ada deer bi tamoy. Monik areneka ada tamoy seentar ke Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim nyari orang nyari sebisa sama tamoy ya cek ada tining Nabi Ibrahim alaihissalam. Saking senengah beramal engki paneka abri de orang sebe kebedaan lapar. Nah kata paning bulan Ramadan nikah orang sabri buka de orang siapa sah, maka berarti orang ini beri kencer Nabi Gusti Allah pada bi orang siapa sekele tak kurangin sama sekali. Atau terengkonan ini luar biasa. Akereman kolek, akereman tajin, akereman kak bukan teka pun nanti deer kapi. Tapi minimal beda deeran kelak saya masuk de orang siapa sah, maka ini kampun cukup jadi raja genceran kang kui orang sabri buka de orang siapa sah. Para hadirin hadirat saya sangat badan kaum muljaki, adapun genceran orang seabri deer de orang selapar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ada bu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نصرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Dabun Gusti Allah ning surat Al-Insan ayat ke-12. Seartena saungkuna sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan memberikan minum daripada gelas yang berisi air minuman yang dicampurnya dengan air kafur, yaitu mata air di dalam surga, yang daripadanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan meminum daripada air tersebut, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nadarnya dan takut akan suatu hari yang adabnya merata di mana-mana. Mereka memberikan makanan dan minuman kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Ayat nikah etoronaki asbabun nuzullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Sayyidina Ali situng bekto potrah duaan Sayyidina Hasan bin Sayyidina Husain sakit sarah. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib bin Al-Batul Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau kedua-duanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib bin Sayyidatina Fatimah aneka anadar. Mon Hasan Husain ria sehat, Hasan Husain ria ebri sehat daripada sakit, maka Sayyidina Ali bi Siti Fatimah ni ka anadar. Anadar apa satelware. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, abri kesehatan sempurna dekat Sayyidina Hasan, dekat Sayyidina Husain. Maka Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain karena sehat, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib bin Sayyidatina Fatimah melakukan nadarah. Karena nadar ni hukum wajib. Cuma mon orang anadar, mon bentuun orang anadar kelak tak tabarruk dekat Gusti Allah, maka nadar tak sah. Satu contoh pada orang anadar, engkau mon hasil montang anak sehat, engkau ngakan nah. Masih tak sehat ya ngakan. Ni kebenar tabarruknya mana? Engkau mon sehat, engkau nginom mah. Masih tak sehat ya nginom. Apa boleh anadar perang si haram, maka haram elaksana aki nadar engkau mon hasil mendatang orkes. Haram walaupun nadar. Maka nadar dekat dinto harus bermuatan tabarruk, sekak dimah nadar kelak seoleh kencaran dari Gusti Allah. Lalu kemudian Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu Sayyidatina Fatimah Al-Batul binti Rasul sallallahu alaihi wasallam ngelaksana aki kika dinto searobah nadar arubah apa sah. Ampun, Sayyidina Ali bin Abi Thalib benar orang soki pak bu. Sayyidina Ali ini kebeja apa beda, beja apa tak ada ekonominya. Saat penikah sama sekali ada sedak dari Sayyidina Ali. Mantona Kanjeng Nabi, rajinna potra binen Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah, Sayyidatu Nisa'il Alamin. Neng telem ada sedak pak bayangake. Sayyidina Ali karena ampun nikah pun teti nadar, maka derma-derma engkau harus nyari apa sek kebebuka. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah akeliling nyari encemen, nyari otangan. Subhanallah ketemuan bi salah situ orang Yahudi. Maka ngocah ada orang Yahudi, mau engkau beri encemen bi kakek otangan, kau otangan ada kakek beberapa gandum untuk kebutuhan tang keluarga. Kula tak ngotangakin ke sampean keng kula andi kain wol. Kain wol neka mon sampean bisa nyulam atau kebayaki sesuatu pakaian untuk kaula, maka bene kang kui sampean buruna engke beneka beras gandum neka tak usah otang. Karena Sayyidina Ali terkenal bi tukang ngoboi wol se bagus kerepna Sayyidina Ali. Maka sepakat kain wol kelak bagi dekat Sayyidina Ali, kerep bi Sayyidina Ali, lacu kerepan kelak bagi da orang Yahudi, maka beri upah sa'arobah engke beneka beras gandum. Kabai bi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tumbuk tibi bi Siti Fatimah. Sampai tanang Siti Fatimah nika sampai kapalan pak. Dari sekutan numbuk. Tumbuk tibi, toto tibi, pelembut tibi gandum nika bi Siti Fatimah.
tanpa sungkan, tanpa segan, tanpa berasa gengsi. Siti Fatimah, putra binen Kanjeng Nabi, numbuk tibi, kulung tibi, toto tibi, gandum menika sampai alus bi Siti Fatimah. Masak bi Siti Fatimah, kan kuya buka. Bektu buka hari pertama, maka beda orang senok tok labeng dari labeng kele. Man fil bab, siapa kaki sebereng labeng kan Sayyidina Ali. Maka se noktok labeng kele miskinan. Kulah orang miskin Sayyidina Ali. Kaulah ampun beberapa hari ini kata ada karena kaulah mengharap depan jenengan kebelasan untuk supaya beri teeren. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau oleh ke Siti Fatimah. Dia memongkuabaan wahir ya Fatimah. Engkau biban ki bisa sehat, ki bisa ngenom, tapi orang yang luar orang setan di sarah. Maka hari pertama beliau bukan beki da orang sematamo orang miskin gila. Hari pertama cuma buka aing Sayyidina Ali bin Siti Fatimah. Hari kedua Siti Fatimah ngebei pole gandum toto pole, tumbuk pole, paalus pole, kebei atunan cecen pole. Sampai kebei hidangan maripun etata untuk abuka hari kedua, maka datang pole senoktok labeng. Assalamualaikum. Tanya aki bi Sayyidina Ali, man fil bab? Ana yatiman, kaula kana yatim Sayyidina Ali. Kaula tak ndik bapak, kaula tak bisa minta ke bapak karena kaula tak ndik bapak, ibu kaula orang tak ndik Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali atole dekat Siti Fatimah, dia memungkubaan wahai Fatimah, beki dekat kana yatim nika karena tak ndik bapak. Dua re Pak tak ada nasib Pak. Second miskin orang garang sono tak kira sampai tak ngakan dua re. Bengki. Hari kedua beki dek kanak yatim. Hari pertama orang miskin. Hari kedua kanak yatim. Hari ketiga tumbuk boleh. Toto boleh bi Siti Fatimah. Sampai lembut, sampai kebai adonan, kebai buka karena nadara telawari apa sah. Hari ketiga bedenok tok labeng boleh ketika abu ka. Man fil bab atanya Sayyidina Ali. Man fil bab sampai labeng anal asir. Kau tawanan perang ya Ali. Kau tawanan perang. Bahkan di dalam riwayat saya tawan perang bener yang Islam. Orang kafir saya tawan perang. Kau ampun beberapa hari tak deer. Kau tawan tadi tawanan perang. Maka Sayyidina Ali atau boleh ke Siti Fatimah. Dar memungkuabaan wahai Fatimah. Maka Siti Fatimah debu. Beki da orang setawanan perang. Telawari telu malam beliau ada napanya mana tak ada telawari telu malam Abu Ka'aing Sayyidina Ali bin Siti Fatimah al-Batul binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka karena keberadaan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain juga pun lemes, telawari tak ada Sayyidina Ali juga lemes, Siti Fatimah juga lemes, akhirnya keluarga penikah matul entar ke dalam Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nyeritaaki apa seterjadi ne ke dalam karena acerita Sayyidina Ali bin Siti Fatimah ada ke Gusti Kanjeng Nabi, acerita bahwa Sayyidina Hasan Husain ni kesakit ya Rasulullah. Kaulah anadar mun anak dan kaulah Hasan Husain ni kesehat. Kaulah anadar apa asa teluari bin Fatimah. Alhamdulillah beri sehat bi Gusti Allah. Ternyata hari pertama beda orang nuktok labeng. Ternyata karena orang miskin se bedeneng labeng buka hebeki de kana orang miskin. Hari kedua kana yatim, hari ketiga beda orang se tawan perang. Maka dan kau leben Fatimah tak buka apa kecuali buka aing teluari telu malam. Maka mereng cerita ngak nikah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW langsung datang malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Gusti Allah heran, Gusti Allah takjub, Gusti Allah gawok da apa saya perbuat bi Sayyidina Ali bin Siti Fatimah. Sampai turun ayat penika innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Engkau telah abri ngakan da orang seyatim, da orang miskin, da orang yatim, da orang setawan perang. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Engkau tak harap terima kasih dari baan kapi. Engkau tak harap balasan dari baan kapi. Innama nut'ikum liwajhillah. Hanya saja engkau meringakan da orang telok ria liwajhillah karena nyareh ridwan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya kayak petoron karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena lapar teluare. Abri ngakan da orang selapar. Kebadaan lapar abri ngakan da orang selapar, Pak. Kamma beda. Mun reng kenyang abri ngakan dereng lapar ki mungkin karena aban kenyang, anan kenyang, keluargana kenyang. Wani ketakung tangkung aban lapar, binena lapar, potrana lapar, tapi ki abri da orang lapar, tada kecuali orang seperseatena. Orang sekenyang belum tentu peduli da orang selapar. Orang sekenyang apa boleh aban keberadaan lapar.
Mungkin tak ngerasa aki, bahkan orang sekitar, bahkan orang tua na tibi tak ka lapar, sokor abek lah kenyang ba. Apa boleh ada orang lain, apa boleh kahayawan. Bayang aki Sayyidina Ali bin Abi Talib. Si another telur apa sah. Meri ngakan di saat aban apu ka ada saya kakak na boleh. Keberadaan lapar tapi meri da orang tandi, meri orang miskin, meri da kanak yatim, meri da ketawanan perang sampai telur malam beliau tak ada nasi sama sekali. Tak ada air gandum sama sekali kecuali Abu Kabi segelas aing. Oleh karena kak dinto, ane kebolusan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala engke peneka paki orang-orang sabri deer de orang selapar peneka bekal ibri kenceran tinin Gusti Allah aing semengalir sekak dima para manusia saat penekah pada ngalak dari aing penekah dalam surga kela kecuali orang saya beri kebebasan tinin Gusti Allah Subhanahu wa taala orang saya beri deer de orang saya lapar mereka na apa sani kesampian melapar bener lapar melapar supaya ngerasa aki deer merasan orang lapar deer merasan orang lapar jika tadi orang apa saria mungkin sambil bisa ngakan sehari telokale mun orang semiskin cek ngakan sehari telokale mungkin sehari karuan ngakan pak. Ning bulan puasa ni ke beda tarbiyah, beda pendidikan saya sangat berharga. Melapar ni ke berarti supaya kul manci dengan peduli de orang saya lapar. Maka mun beda orang amri ngakan de orang saya lapar, maka orang ni ke termasuk orang saya kecinta, orang saya ketero tining swarga. Termo kepujian majelis ni ke kul manci dengan bisa ngerekan de orang saya lapar. Amin. Cek pokok kenyang tabun. Tapi orang selapar mon gara-gara sampian orang gila sampai mati gara-gara sampian wallahi ku aku ning akhirat bekal berpertanggungan jawab ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Cek bulan benetang tretan, benetang tetangga, benetang bela. Mon beda orang lapar sera abai, wajib tolong bi orang sandi kemampuan beri ngakan. Ini adalah perbuatan saya sangat raja. Hadirin hadirat saya sangat beten kaul muljaki. Seterakhir engki peneka swarga mustaqatun cinta deka orang-orang wasaibina fi Ramadan orang siapa sebulan Ramadan orang siapa seneng bulan Ramadan ane ke berarti tante-tante orang eka kerong eka cinta bi swarga Gusti Allah amin Allahumma amin cuma engki sekak dinto pasane bene pokok apa sah engki kak dinto kelaban apa seongkuan apa sah karena Allah Subhanahu wa taala bene apa bingung saya atalla senah bene apa keburu saya atalla senah. Mon parlo deki malam ni kan nangis dekat Gusti Allah. Berarti sekejap ki pasare ape sabi engko tahun pole karwan ketemuan di bulan puasa. Silahkan merayakan takbiran, silahkan merayakan kemenangan. Tetapi bukan berarti sampean bunga bulan ape sabi bulan Ramadan. Imam Ibn Hajar Al-Haytami ada bu Nabi tak salah. Inna tamanna zawali Ramadan minal kabair. Saungkuno orang-orang saya berharap Ramadan dia tuli tada minal kabair termasuk dosa raja. Hati-hati. Maka mun beda orang kerong dak bulan Ramadan, aroma seberat tinggal bulan Ramadan, maka tanten orang ni kepasan terima. Tapi mun orang kela ampon bunga ada bulan Ramadan. Aban kela merayakan atas tak ada bulan Ramadan, benih merayakan kemenangan atas melawan hawa nafsunnah. Tapi aban bunga keluk melampiaskan akhirat malam takbiran keluk keliling takbir keliling kelaban maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala takbir keliling tak solat isya takbir keliling mungkin kelaban mabuk ganja narkoba ini termasuk orang yang merayakan pesta tak ada bulan Ramadan benih polan menang kelaban hawa nafsuna naudzubillah. Allah Subhanahu wa taala ada bu ning hadis qudsi saya ada buaki tini Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis qudsi nikah mon enis bataki da ke Gusti Allah berarti hadis qudsi debun Gusti Allah setai maktub dalam Al-Qur'an hadis qudsi. Tapi mon Kanjeng Nabi ada bu fima yurwihi an rabbih Kanjeng Nabi si ada bu tapi nyeretaki debun Gusti Allah ane ke kocak hadis nabawi benih hadis qudsi keneng ekocak hadis qudsi keneng ekocak hadis nabawi mon Kanjeng Nabi si ada bu debun Gusti Allah qala rabbuna azza wa jalla Allah taala tabu asyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar wa huwa li wa ana ajzi bih. Seartinya Allah Subhanahu wa taala tabu asyamu junnatun sesungguhnya puasa adalah perisai tameng
untuk menghindar kaul panjenengan, menyelamatkan kaulaban panjenengan, yastajinnu bihal abdu minan nar. Sekak dima orang kelak bisa mengambil perisai kelak, bisa mengambil tameng kelak, supaya kaul panjenengan terhindar daripada apoi neraka. Wa huwa li wa ana ajzi bi, karena orang apa asar karena engkau. Ada orang tahu engkau sebekal meuli setibi tanpa perantara malaikat. Tanpa catat bi malaikat brum parajana kancerna, ana ajzibi, engkau secara langsung sebekal meles de orang siapa sebulan Ramadan. Ada balasan sepatot kang kui bulan Ramadan orang siapa sah kecuali ridha ban surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kadin to empat orang ni kesek kecintaan di bulan Ramadan. Talil Quran orang saat dimaca Al-Quran, wa hafidil lisan orang saat jaga lisan, wa mut'imul ji'an orang saat beri ngakan de orang lapar. Seterakhir wasaimina fi Ramadan, orang si ahli apa sebulan Ramadan. Mater empat nikah eka andi eka uleban panjenengan. Amin. Cek salah situ harus empat nikah. Jagale sana baca Al-Qur'an. Silahkan boleh jadi Ramadan meninggalkan kita. Tapi madrasah Ramadan, pendidikan Ramadan, tarbiyah Ramadan harus melekat di hati kita. Mungkin bisa jadi Ramadan berpisah dengan kita, tapi pendidiknya harus derma. Orang lapar berarti menahan hawa nafsu. Badan nase, badan ngenom, nase tibi, ngenom tibi, halal legakan. Cuma karena dia dasar perintah Gusti Allah, kulun panjenengan meninggalkan sesuatu gila karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pelatihan yang bulan Ramadan. Menahan hawa nafsu, menahan emosi, menahan macam-macam neka, amarah dan sebagainya. Aneka tak lain dan tak bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang empat nikah sebekal kecintaan bi swarga yang kita nikah. Orang se ahli maca Al-Quran, orang se jegelesan, orang se beri ngakan orang lapar. Seterakhir orang siapa sebulan Ramadan matermu ke titik ilmu si manfaat barakah. Matermu ke bulan Ramadan, matermu ke tahun makin benih tahun terakhir, tahun boleh petepang kia boleh kelaban bulan Ramadan. Ya Allah, ya Allah, ya Rab. Matermu ke bulan Ramadan makin ke ya Allah benih bulan Ramadan terakhir, tahun boleh bisa pangki boleh. Ya Allah, ya Rab. Ya Allah, ya Rab. Kaum muslimin sita apa setahun makin tahun boleh buka hidayah atina ya Allah sehingga bisa apa sebulan Ramadan. Ya Allah, ya Rab. Apa sening tahun makin ya Allah tetiaki pasah sesampurna ya Allah. Ya Allah, ya Rab. Terima aki tadarus kaulaban panjenengan seteja para hadirin hadirat ya Allah. Terima aki amal ibadah ya Allah, ya Rab. Ya Allah, ya Rab, mantarmu ke majlis nikah benih majlis terakhir. Majlis nikah terus berkaitan, terus berkesinambungan, terus istiqamah ila yaumil qiyamah. Mantarmu kebarokan apolong ben para habaib, apolong ning terus apolong sampai ke alam akhirat. Ya Allah, ya Rab, ya Allah, ya Rab. Mantarmu kering sepo sampun ninggal umur ya Allah, mantarmu ke sepo ratu sana. Eka terima seteja amal sainah ya Allah, ya Rab, angkat derajat ring sepo ning alam kubur. Ya Allah, ya Rab, sampai aki kebagusan ning kedering sepo sampun ninggal umur ya Allah, ya Rab. Jak sampai aki itu sama sedering sepo ya Allah, ya Rab. Seki pada umur tambahan umur sebarokah, sihawal afiah ya Allah, ya Rab. Ring sepo sakit meterpang ke yang penyakit parina sihawal afiah zahir dan batin ya Allah, ya Rab. Matermu ke seteja anak-anak ni ketetiakin anak-anak salihin salihat muti'in muti'at qurratu 'ain li sayyidil bariyat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.